تعالى بقى كده نجمع كده ونشوف انت واخد كام ومحمد واخد كام. فهمت ليه محمد اترقى وانت لسه لا وواقف في مكانك؟ انا هقول كلام هيزعل ناس كتيره قوي مني، بس لما زميلك يترقى وانت لا، اسهل حاجه انك تقول دي كوسه او انه عشان بيطبل للمدير فعشان كده هو اللي اترقى. بس تعالى كده نعمل اختبار سريع انا وانت ونشوف انت ولا زميلك مين فيكم اللي يستحق الترقيه. وتعالى نعتبر ان زميلك ده على سبيل المثال اسمه محمد. افترض ان انت محمد مقدمين على تيم ليدر بوزيشن. اول حاجه انا هبص لها البرفورمانس. انت شاطر جدا في شغلك وبتحقق التارجت المطلوب منك كل شهر، يعني تكنيكلي انت قوي جدا، ومحمد ارقامه اقل منك بشويه، هو مش خايب قوي يعني بس انت اقوى منه. فهدي لك انت 10 من 10 وهدي له هو 7 من 10. لحد دلوقتي انت الكسبان. تاني حاجة مهمة جدا في الشغل مع الناس ان انت دايما شايف الناس اللي حواليك اغبياء ومش بيفهموا اي حاجة، فهدي لك 5 من 10. وانا كده على فكرة كرمك قوي يعني. لكن محمد مرن في الشغل جدا وبيعرف يتواصل مع الناس ويخرج احسن ما عندهم في الشغل. اي حد جديد بيجي الشركه هو اول حد بيحاول يساعده ويفهمه الشغل. ده محمد ياخد 9 من 10. تالت حاجه الذكاء العاطفي. انت لما مديرك بيديلك فيدباك بتبدا تشرح له ان المشكله مش منك وان ده الظروف هي السبب، بتبدا تدخل في ديفنسيف مود. انا هنا هديلك 0 من 10. لكن محمد لما بياخد فيدباك بيسال ايه اللي محتاج اغيره المره الجايه، ايه اللي محتاج اشتغل عليه واطوره، ومن هنا بيبدا يشتغل على الحته دي ويطورها عشان يطور من نفسه. هنا هدي لمحمد 9 من 10. انت بتحقق نتائج قويه طول ما مديرك واقف فوق دماغك ومتابعك وضاغط عليك. هنا هديلك 5 من 10. محمد بيشتغل بنفس الالتزام سواء مديره موجود او مش موجود. هنا هديله 10 من 10 طبعا. تعالى بقى كده نجمع كده ونشوف انت واخد كام ومحمد واخد كام. فهمت ليه محمد اترقى وانت لسه لا وواقف في مكانك؟ اكتبوا لي رايكم في الكومنت وقول لي لسه شايف الموضوع كوسه وتطبيل ولا فعلا الترقيه مبنيه على معايير.